في عام 1974 وتحديدا في مدينة جدة في السعودية تم افتتاح مطعم صغير جدا اسمه بروست البيك. المطعم كان صغير ومتواضع، وكانت الفكرة بسيطة جدا: دجاج مقلي بجودة عالية وسعر مناسب وخدمة سريعة. لكن اللي صار بعد كذا ما كان متوقع. المطعم بدأ يكبر بشكل تدريجي، وصار يفتح فرع ورا فرع، ثم سلسلة فروع. الجودة كانت ثابتة، والسعر ما تغير بشكل مبالغ، والخدمة صارت أسرع مع توسع الفروع. وبعد سنوات وصل المطعم إلى ليفل الوحش حرفيا، وتحول البيك من مطعم صغير في جدة إلى واحد من أشهر مطاعم الدجاج في السعودية. لكن سؤال: هل هذا النموذج ممكن ينجح في المغرب؟